السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجة كده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وكمان تفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. النهاردة جايه لكم فيديو خطير واسفل التأخير عليكم. النهاردة هعمل معاكم الميني مولتو بالشوكولاتة باظظ خالص يعني. شايفين شكله هش وجميل ازاي؟ يلا بينا اقول لكم المكونات. اول حاجة كده هبدأ انخل 4 كوبايات من الدقيق زي ما انتم شايفين كده. حطيت اول كوبايه وحطيت تاني كوبايه وهنخل الكميه كلها وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم. اوعى تنسوا تحطوا اللايك وتحطوا الاشتراك في القناه. بعد ما نخلت كده ال4 كوبايات من الدقيق حطيت عليهم كيس خميره فوريه زي ما انتم شايفين كده، وهبدا احط معلقتين من السكر كبار وهحط رشه من الملح صغيره خالص، وكمان هحط معلقتين كبار من اللبن البودرة. حقيقي اللبن البودرة بيعزز الطعم بتاع اي عجينة وهيدي طعم جميل جدا للميني مولتو. بعد ما حطيت كده حطيت كوباية من اللبن وهبدأ بقى ألم العجينة بكوباية اللبن، يعني أعجن العجينة بس هي طبعا هتحتاج طيب مية تاني. هنبدأ بقى نحط نص كوباية من المية زي ما انتم شايفين كده، وهبدأ ألم العجينة كلها وارجع لكم تاني. وطبعا يا حبايب قلبي بتختلف من دي لدي، يعني لو عجنتوا حسيتوا ان العجينة ناشفة معاكم محتاجة مية او لبن تحطوا لها. بعد ما العجينة لمت كده حطيت لها ربع كوباية من الزيت. وده شكل العجينة كده بعد ما عجنتها. شايفين طرية ازاي؟ هبدأ بقى اغطيها بكيس واسيبها لمدة نص ساعة ترتاح. مش هخليها تختمر، لا انا هخليها ترتاح بس لمدة نص ساعة وارجع لكم تاني. وده كده شكل العجينة بعد ما ارتاحت لمدة نص ساعة. شايفين ارتفعت شوية ازاي؟ هبدأ بقى احط زيت على الرخامة عشان هنبدأ نفرد العجينة. دهنت كده الرخامة بالزيت زي ما انتوا شايفين عشان العجينة ما تلزقش مني على الرخامة. مش محتاجة افكركم باللايك والاشتراك في القناة. بدأت كده خدت العجينة كلها فردتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهقطعها يعني هقسمها لأربع تربع بالسكينة. عملت الخطوة دي عشان كل كورة تبقى معايا قد التانية. زي ما انتوا شايفين كده قطعت العجينة لأربع تربع وهبدأ اكورها. كورتها بالشكل ده. هبدأ بقى اخد اول كرة عملتها وافردها على الرخامة بسمك 1 سنتي، يعني ولا تخين قوي ولا رفيع قوي لان العجينة لسه هتختمر معانا. زي ما انتوا شايفين كده فردتها للشكل الدائري ده، وبدأت اقطعها 4 تربع زي ما انتوا شايفين، وكل ربع قطعته 4 مثلثات زي ما انتوا شايفين كده. يعني بعد ما فردت الكرة دايرة كده قطعتها 4 تربع وكل ربع قطعته 4 مثلثات زي ما انتوا شايفين. طبعا لو عايزين المولتو يبقى اكبر من كده خلوا كل ربع مثلا مثلثين بس انا حبيت اعمله ميني مولتو معاكم. ودي طبعا شوكولاتة كده مكعبات تتجاب من عند اي عطار او اي واحد بيبيع مستلزمات حلواني. بدأت احطها والفها زي ما انتوا شايفين كده. شايفين شكله لف بكل سهولة وطلع زي الميني مولتو اللي انتوا بتشتروه من بره. طبعا هحطها في صينية مدهونة زيت وهعمل معاك واحدة كمان زي ما انتوا شايفين كده. بدأت احط مكعب الشوكولاتة واقفل من الجنبين عشان الشوكولاتة ما تسيحش في الصينية، والفها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا قلتلكوا الصينية بتكون مدهونة زيت عشان ما يلزقش في الصينية. وهعمل معاك واحدة كمان. بدأت احط الشوكولاتة والفها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. تتلف بكل سهولة وحقيقي سهلة وبسيطة واطفالك هيحبوها جدا ومبتاخدش وقت. هخلص بقية الكمية كده زي ما انتوا شايفين. عملت الكمية كلها ورجعت لكم. هسيبها بقى تختمر زي ما انتوا شايفين كده. العجينة اختمرت والميني مولتو اختمر. هبدأ بقى معايا صفار بيضة حط عليه كيس فانيليا هدهن بيه وش المولتو. احلى ميني مولتو تاكلوه في حياتكم بجد. حاجة كده في البيت ومضمونة. هدهنه كده بالصفار البيض من على الوش عشان يديله وش في الفرن. لو مش حابين خلاص بلاش من الخطوة دي. وزي ما انتوا شايفين كده هدخله يستوي وارجع لكم تاني.
وطبعا ده شكله كده بعد ما طلع من الفرن. سويته من تحت على درجة حرارة 180 واديته وش من فوق عشان ياخد اللون الذهبي التحفة اللي انتوا شايفينه ده. شايفين ازاي جميل وهاشش وقطني باظظ خالص يعني. شايفين الشوكولاتة بتطلع منه ازاي؟ بجد تحفة وخطير، وكبار وصغيرين هيحبوه. انا شخصيا بموت في المولتو حقيقي. من 4 كوبايات دي عملنا كمية كبيرة من المولتو، من الميني مولتو، وبطعم حكاية وبمكونات مضمونة بدون اي اضافة مواد صناعية. بجد اطفالك هيحبوه ومش هيقدروا يفرقوه عن بتاع بره. شايفين ده كده الكبير اللي انا كنت عاملاه؟ بجد شكله تحفة وهاشش وقطني، والشوكولاتة فيه بجد تحفة. شايفين باظظ خالص يعني، تحفة. يا رب بجد تكون الطريقة عجبتكم. ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. مع السلامة.